السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. ربنا يبارك له فيكم يا رب. انتوا سبب كل حاجة حلوة، انتوا سبب دعمي، انتوا سبب كل حاجة. ربنا يبارك لي في اللي موجود عندي في القناة، واللي يشترك ان شاء الله ربنا يبارك له ويرزقه كل خير ويحقق كل اللي نفسه فيه. اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله جديده، والاكله ديت اكله سعوديه. هنعمل حاجه اسمها مضغوط. على فكره طعمها حلو قوي وما بتاخدش وقت، 10 دقايق بالظبط وتكوني مخلصه الاكله، وبجد طعم تحفه. وهنعملها في حله واحده. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي مكوناتها سهله جدا وموجوده في كل بيت. عندي فلفل، عندي بصل، عندي توم، عندي طماطم. هنقطع الحاجه ديت ونشوف مع بعض. انا هنا قطعت الحاجه. عندي بصل متقطع قطع صغيره زي ما انتم شايفين، عندي توم معلقه توم كبيره، عندي طماطم متقطعه مكعبات كبيره تمام، وعندي فلفل برضو متقطع مكعبات كبيره. على فكره الوصفه دي من واحده سعوديه بجد، صاحبتي هي اللي قالت لي على السر بتاعها تمام. هتتعمل بالظبط ما شاء الله، هتدوقوا طعم بسم الله ما شاء الله، هيعجبكم قوي. وعندي هنا جزره مبشوره تمام. تعالوا نشوف يلا هنعمل ايه بالحاجات دي. في حله على النار شويه زيت. لو عايز تحطي سمنه مفيش مشكله، حطي شويه زيت على معلقه سمنه تمام. حطيت بصله. على فكره الحله ديت لو اتعملت في حله ضغط بتبقى حلوه قوي تمام، لانها اصلا اسمها مضغوط. مفيش حله اعملها عادي في حله عاديه من عندك، اي حله عادي. بعملها في اي حله عاديه مفيش مشكله، وبتبقى برضو طعم حلو ونفس الطعم تمام. بشوح البصله كده، وبعد كده بحط التومه. زي ما انتم شايفين حطيت التومه. عندي فرخه اهيت متقطعه 4 تمام. اول ما اشم ريحه التومه اقوم ساقطه الفراخ. زي ما انتم شايفين بشوح الفراخ تمام بالثومه والبصل، بديها صدمه. طبعا الفراخ غسلاها ونقعاها كويس تمام. هسيبها لغايه ما تاخد لون من تحت واقلبها على الناحيه الثانيه. اخدت لون معايا. شايفين معايا حطيت لها توابل، ليمون مجفف، ورق غار، حبهان، كمون، كزبره، فلفل اسود، حاطه بابريكا، حاطه كركم، حاطه بهارات مشكله تمام. وهنحط معلقتين صلصه. حطيت لها معلقتين صلصه والملح. نزود الملح عشان هنحط بطاطس فيها تمام. نقلب. اي توابل بقى عندك حطي، وورق اسمه ايه، قرنفل، اي توابل تمام. طبعا الفراخ والرز بتبقى طعمها حلو قوي. وحطيت مرقه برضو تدي طعم، تدي تست قوي. لا الملح ما شاء الله مظبوط. عندي بطاطسايه مقطعاها بس بتقطع قطع كبيره، واقوم حطاها برضو وقلب. الطعم بجد حكايه. وبهارات صحيحه برضه، على فكره البهارات اللي انا حطاها كلها صحيحه.
كمون صحيح، وفلفل اسود، وكزبره، كل البهارات صحيحه. يبقى تاني نقول مع بعض. اول حاجه ان شاء الله حطيت شويه زيت، بعد كده حطيت البصله مقطعه مكعبات صغيره خالص، وقمت مشوحاها شويه، بعد كده قمت حاطه التومه عليها، معلقه توم كبير مفرومه. تمام. بعد كده قمت نازله بالفراخ مديها الصدمه بتاعتها وقلبتها من على الجهتين. بعد كده قمت ضايفه الفلفل، طبعا مقطعه فلفل قطع كبيره، وطماطم برده مكعبات كبيره. تمام. لان كل ده هيستوي في بعض، انا عايزه ادي تست للحاجه. وبعد كده قمت مشوحه برده كله في بعضه، وبعد كده قمت حاطه الميه على الفراخ والرز اللي هو البسمتي. طبعا كل نوع بيختلف، في انواع ما بتاخدش ميه كتير، وفي انواع بتاخد ميه كتير. انا عندي النوع اللي معايا بياخد كوبايه الرز عليها كوبايتين ميه. تمام. وبعد كده قمت حاطه التوابل، حطيت فلفل اسود حصى، وفلفل وكمون وكزبره حصى برضو، حطيت قرنفل، حطيت ورق غار، حطيت حبهان، حطيت لومي. تمام. حطيت مستكه، لا حبان قصدي بس، وحطيت شويه كركم ومعلقتين كبار صلصه، وسبت كله ايه مع بعضه. تمام. وحطيت مكعب مرق. انا كده عندي بدأت تغلي. عندي الرز اهوت. تمام. طبعا رز مزه ده بياخد ميه كتير. بقوم حاطه ايه، انا حاطه الملح على فكره. الرز مش نقعاه ولا حاجه، هو انا غسلته على طول وقمت ايه مصفياه. هحطه كده زي ما انتم شايفين معايا. واغطي عليها. اول ما الرز يشرب الميه الصوص بتاعها ده، يقوم نقوم موطين عليها. تمام. انا هنا معليه عليها، واول ما الصوص اول ما الرز يشرب الصوص هيقوم ايه موطين عليها.